في حاجه في الوينج تشون اسمها تشي ساو دي. ده مش قتال، لا ده جزء تدريب في الوينج تشون بينمي حاسه اللمس، بيخليك ان انت لو الاضاءه مثلا مش عاليه او انت مش شايف كويس او الخصم سريع فانت مش لاحق تشوف الضرب بتاعه، فحوالي جزء من التدريب ده. هنا معتمد على اللي انت الخصم لما بيجي يقرب عليك انت بتمد ايدك ناحيته عشان تلمسه. هو كده كده اي موقف هيحصل في الشارع هو مش هيبقى من بعيد، هو من بعيد ممكن يشتم او حاجه، لكن كده كده لما الموقف يبتدي هتلاقيه بيبدا يخش يزق يعمل اي حاجه، فايدك اول حاجه بتخش بتعمل التحام معاه كده. وانس اللي انت عملت التحام معاه كده سواء ايدك جوه او بره، دلوقتي انا ايديا بره او جوه او واحده بره او واحده جوه او العكس او كروس، هو هنا هيعلمك تتصرف ازاي. فمثلا احنا دخلنا كده اهو كده، انا بدات حسيت بايديه ولو هو بيلعب برضه هيحس بايديه. لو انا مثلا ضربت مثلا بايد دي فجاه هتلاقيه هو ايده بتطلع معاه بنص الظهر، لو انا سبت بيضربني، لو انا وسعته هتلاقيه لف وضربني، لو وسعت دي هتلاقيه لف وضربني، لو زقيت دي هتلاقي دي ضربتني، لو نزلت دي هتلاقي ضربني. هو هنا كل حاجه متسجله، اي حركه هعملها ضده ايده هي اللي هترد لوحدها. الموضوع ده مش محتاج بقى مش محتاج تكون مركز. يعني انا دلوقتي مثلا كنت بلعب معاه وباصص بعيد او مجمع عينيا مش هتفرق، ممكن برضه اجمع عينيا حضرتك شغال وباصص الناحيه الثانيه كده. وممكن برضه غطي عينيا خالص، هي مش محتاج اشوف واعمل نفس اللي انا كنت بعمله دلوقتي.